السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. تسالي العيد، أول حاجة هنعملها السوداني اللي بقشر. أنا بصراحة ما بحبوش أجيبه جاهز، يعني أنا بحب أجيبه وأنا يعني بسويه في الفرن بطريقة سهلة جدا. هتبقوا أستاذة فيه. شايفين السودانية بيضة مستوية على الآخر، مفيش حاجة محروقة، مفيش حاجة نية، كله ما شاء الله درجة واحدة كده، سهل وبسيط مع حنان. تعالوا يلا نشوف احنا طريقتنا ازاي. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي والشير يا حبايب الكل يستفاد. انا عندي كيلو سوداني انا جايباه من المقلة، بيبقى ني اللي هو غير مستوي يعني. بعد كده المقدار اللي عندي تاني، انا عندي ربع كوبايه ميه، ربع كوب ميه يعني من الحنفيه، الكوبايه اللي هي العاديه خالص. هبدا ارش عليه كده. فايده الميه دي هي اللي هتسوي لي السودانيه من جوه، هتعمل عمليه زي الرطوبه كده، بخار الميه، وهيبدا يسوي السوداني بتاعنا علشان ما يتحرقش. عشان انت لو حطيتيه من غير ميه ممكن يتحرق. ليه؟ لانه هو ناشف، فهو عايز يعني اي بخار ميه علشان يقدر يسوي اللي هي السودانيه من جوه. بعد كده انا عندي 4 معالق ملح كبار، مش كتير ابدا يا حبايبي على الكيلو. المعلقتين كده هبدا اقلبهم بالطريقه ديت علشان يتملح بالشكل ده، والمعلقتين التانيين مش هقلبهم وهقول لكم ليه دلوقتي. طب انا لو عايزه سوداني من غير ملح للحلويات للحشو يعني، نفس الطريقه بس ما تحطوليش ملح، نفس الطريقه وهيطلع وياكي سوداني حلويات بامتياز، ما فيهاش مشكله خالص. بعد كده بقى انا هحط المعلقتين اللي هما التانيين، مش هقلبهم فيه. ليه بقى؟ لان انت لما بتشتري سوداني كده من المقلب بيبقى عليه ملح كده، بيبقى طعمه مختلف شويه يعني. هو الطريقه ديت، ان احنا الملح ما بنقلبهوش، بندخله الفرن بالطريقه ديت، بيطلع بقى السودانيه عليها مملحه كده يعني. احنا طبعا مش هناكل الملح، بس بيديله طعم جميل والله صدقوني يعني. شايفين بتبقى عامله بالشكل ده، بتبقى طعمها جميل يعني. التركيه مهمه جدا، اللي يحب يخلي الملح عليه من فوق بالشكل ده. نيجي بقى للتسوية. التسوية على حرارة 180 في الرف الأوسط، هياخد حوالي من ساعة لساعة وربع، ساعة لساعة وربع على حسب حرارة الفرن بتاعك. وكل 10 دقايق هنطلعه ونقلبه زي ما انتم شايفين. أنا دلوقتي ده أول 10 دقايق طلعته اهوت، وابدا اقلبه، اللي فوق تحت واللي تحت فوق. شايفين اللي هو تحس ان هو اللي غامق شويه ده اللي هو لسه عليه بخار الميه يعني، لسه ما نشفش او لسه ما استواش. اللي هو اللي فوق دوت اللي هو الناشف شويه، اللي عليه السودانيه اللي مملحه نشف شويه عشان هو اللي كان فوق السطح يعني، فوق اللي هي السودانيه اللي انتم شايفينها ديت نشفت شويه عن اللي هو لونه غامق شويه. حطيه، انا حطيته تاني وهبدا اطلعه برده كل 10 دقائق في خلال الساعه او الساعه وربع لغايه ما السوداني بتاعك يستوي على حراره 180. كل 10 دقائق طلعيه وقلبيه زي ما انت شايفه كده. طيب السوداني بقى قبل ما يستوي بحوالي، يعني انت طلعت سودانيه دقتيها كده لقيتيها طبعا بتبقى سخنه جدا، خلي بالك يعني تقولي فاضل عليها ايه يعني، حاجات صغيره خالص وتبقى السودانيه استوت. بس عند المرحله اللي انت تعرفيها كده بالشكل ده او 80% من سوى السوداني، اطفي عليه الفرن، وهو برضو على الشبكه اطفي عليه الفرن وسيبيه لغايه الفرن ما يبرد عليه خالص. هيسحب بقى من سخونيه الفرن ويخليهولك مستوي 100% احسن والله العظيم من اي مقله. السخونيه ديت بتسوي اللي هي الحاجات البسيطه، او ال 80% او ال 20% اللي فاضل يعني، قصدي يعني هو مستوي من 80% او 90%، ال 10% او ال 20% دولت الحراره بتاعت الفرن بقى على الهادي خالص كده هتسويه، هيبقى حاجه كده يعني رهيبه جدا، سوى 100% ما شاء الله. شايفينه بقى يعني ايه الحبايه بيضه، مفيش حاجه محروقه، مفيش حاجه نيه. بجد والله جربيه، اولادك هيحبوه جدا، وتسالي جميله جدا كده للعيد يعني. والف هنا يا حبايبي، وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. لفيديو جديد باذن الله، التسالي التانيه ان شاء الله. السلام عليكم.